بعد أخبار وصول المدير الفني الألماني للقاهرة لإنهاء مفاوضاته مع نادي الزمالك، كل جماهير الزمالك تعشّمت خير، وقالت خلاص الحمد لله مشكلة نادي الزمالك هتبدأ في الحل، والفريق هيرجع تاني للانتصارات، والمدير الفني الألماني ده مدير فني عملاق، هيرليتش، واحد من أفضل المديرين الفنيين فعلًا، اللي هو لو مسك فريق زي نادي الزمالك هيفرق كتير جدًا، جدًا مع نادي الزمالك. صاحب شخصية قوية، عنده إصرار وعزيمة لا تلين، هيفرق كتير جدًا مع نادي الزمالك. آآ قُلنا خلاص المشكلة هتتحل، وفعلًا وصل للقاهرة وبدأت مفاوضاته مع نادي الزمالك. النهارده للأسف اتفاجئنا إن في كل الأخبار بتقول إن فشل مفاوضات هيرليتش الألماني مع نادي الزمالك، وسيعود إلى ألمانيا خلال الساعات القادمة. طب إيه السبب بقى فشل المفاوضات؟ المدير الفني الألماني راجل صاحب شخصية، طلب مجموعة من الطلبات من مجلس إدارة نادي الزمالك، وللأسف مجلس إدارة نادي الزمالك رفض طلباته. طب إيه طلباته دي؟ هل طلباته دي منطقية والّا طلباته غير منطقية؟ أول طلب جهاز معاون كامل من اختياره، مش عايز حد خالص من نادي الزمالك، مش عايز عصافير لمرتضى منصور، عايز جهاز معاون كامل تبعه، محلل أداء تبعه، مدرب حراس مرمى تبعه، مُعد بدني تبعه. مرتضى منصور طبعًا رفض، عايز حد عصفورة. ليه ما تمشّي الأمور يا مرتضى منصور، أنت في أزمة والزمالك في أزمة، عدّيها. طيب أدي أول طلب واترفض من مرتضى منصور. تاني طلب، المدير الفني الألماني هيرليتش قال لمرتضى منصور كل العالم يعرف مشاكل نادي الزمالك، الأرصدة بتاعة الحسابات بتاعته مجمدة، ما فيش فلوس في نادي الزمالك، أنا مش ضامن مستحقاتي. فكمان في مشاكل جامدة جدًا ما بين الإدارة وبين اللاعبين، والفريق دايمًا بيخسر، وأنت بني آدم عصبي، لو الفريق خسر ماتش في التاني ممكن تروح عامل إيه، شايلني من نادي الزمالك، أنا عايز حقي. شرط جزائي، لو مشيتني في أي وقت قبل نهاية عقدي هتديني عقد كامل اللي هو سنة ونص. مرتضى منصور قال له يا باشا ليك فلوسك هتاخدها آخر الشهر ومالكش دعوة بمستحقاتك هتاخدها والدنيا هتمشي بإيه؟ قال له ماليش فيه، لازم الشرط الجزائي ده عقد كامل لو مشيتني في أي وقت. طبعا إيه اللي حصل؟ مرتضى منصور برضه رفض. الطلب التالت للمدرب الألماني اللي هو إيه بقى؟ قال له أنا ليا صلاحيات كاملة، هاقعد مع اللعيبة، في لعيبة هتمشي وفي لعيبة هتكمل، وهاختار لعيبة، أي لعيب هاختاره أنا هو اللي هييجي، ممنوع الإدارة تتدخل لا في مشيان لاعب ولا في مجيء لاعب ولا مين يلعب ولا مين ما يلعبش. برضه مرتضى منصور رفض الطلب التالت ده، ودي أسباب إقالة هذا المدير الفني العملاق الذي كان سيؤدي إلى تغيير شامل في مستوى نادي الزمالك، وخروجه من مأزقه في الفترة اللي هو بيمر بيها حاليًا. طيب المجلس الإدارة سكت على كده؟ لأ، ده عيّن جهاز فني مؤقت، اللي هم مين بقى؟ مدحت عبد الهادي مدير فني مؤقت، أحمد مجدي مدرب مساعد، عبد الواحد السيد مدير كورة، وعبد المنصف مدرب حراس. طبعًا مع احترامي لكل الأسماء، هل هذا الجهاز الفني هيقدر يقود نادي الزمالك؟ هل هذا الجهاز الفني هيقدر يحل مشاكل نادي الزمالك؟ هل هذا الجهاز الفني هيقدر يعمل انضباط في نادي الزمالك؟ أشُك. أتمنى لهم كل التوفيق، وعلى فكرة مدحت عبد الهادي من الناس اللي أنا باحبها شخصيًا، لكن أنا شايف إن الوضع في الزمالك صعب جدًا، محتاج مدير فني أجنبي عالمي، مش مدير فني أجنبي عادي، مدير فني أجنبي عالمي شخصية قوية يقدر يقود الزمالك ويغيّر الوضع اللي إحنا فيه دلوقتي. نستنى ونشوف هل الإدارة هتقدر تجيب مدير فني أجنبي عالمي والّا هنفضلوا مع الجهاز الفني المؤقت لنادي الزمالك ده. كمان أحمد فتوح لاعب الزمالك رفض تجديد عقده مع الزمالك، ولغى متابعته لحسابات نادي الزمالك، وأعلن تمرُّده وقال إن هو حزين على يعني تصريح مرتضى منصور إن أحمد فتوح بيشرب مخدرات وبتاع وحشيش، وإن هو مش هيلعب الفترة الجاية بالطريقة دي، وإن هو ممتنع واعملوا اللي أنتم عايزين تعملوه، وأنا بادوّر على عقد تاني وهامشي. فتوح من اللعيبة الرجالة لعيبة كويسة جدًا، وأعتقد إن لو حصل تدخُّل من حد من اللعيبة الكبار
ممكن يحل الأزمة. وضع صعب، وكده اللعيبة كبيرة من الزمالك بتمشي. فتوح من اللعيبة الكبيرة، لو مشي فتوح كمان ربنا يستر على الزمالك. كمان النهارده برضو النادي الأهلي قدر ينتصر على غزل المحلة ب3 أهداف مقابل لا شيء، وبيعزز مكانه كمتصدر للدوري المصري، وقدم أداء محترم جدا 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 يليق بالنادي الأهلي. ولاعيبة النادي الأهلي من ماتش لماتش بتعلى وبتكتسب ثقة بعد هزيمتها من صن داونز ب5-2. مش بس كده، كمان النهارده كانت قرعة الأدوار الإقصائية في أفريقيا. الأهلي وقع مع الرجاء المغربي. على فكرة الرجاء المغربي السنة دي مقدم مستويات طيبة جدا في البطولة الأفريقية، بس متعرفش الرجاء بيجي قدام الأهلي وبيضعف ومستواه بيقل، بيخاف، متفهمش. بس الرجاء والأهلي أعتقد الأهلي هيعدي الرجاء. نتمنى يعني الفترة الجاية تشهد انضباط، تشهد نجاح، تشهد استقرار، تشهد انتصارات لنادي الزمالك، والعودة مرة أخرى لسكة النجاح والانتصارات.